صباح شريف لطيف عفيف. كتير مننا يعني ايه حياته بتمر هدر، يعني ممكن ايه اربعينات كده زي حالاتنا، مثلا اول اربعينات اخر الثلاثينات خمسينات عادي مش مشكله. واحد عنده 30 سنه وحاسس ان عمره راح هدر. بيبقى مش عارف هو في ايه، يعني العمر بيعدي بلا هدف، عارف الذنوب بلا هدف، ففي حياه بلا هدف بتبقى موجوده. وكتير مننا بيبقى مش مبسوط، يعني هو بيكون ممكن في شركه والشركه دي تخبط معاه، ولا في بيت ويتجوز والبيت ده يخبط معاه برضه مفيش مشكله. فالشركه ممكن يطلع منها لكن البيت ما يعرفش يطلع منه، او ان هو يطلع بخناقات ووجع قلب كتير. المهم الشاهد النهارده هنتكلم في حاجه قد تظبط لنا الموضوع ده، والصراحه على مستواي الشخصي فرقت معايا كتير جدا. مش عارف الشمس جايه ليه في الا وهو ايه بقى؟ الجي ار سي. جي ار سي ده سريعا كده اختصار لحاجه اسمها جفرنس ريسك اند كومبلاينس. حوكمه، وهنتكلم فيها بعد كده ان شاء الله. اداره مخاطر. كومبلاينس خلينا نقول هي انترنال كنترول سيستم او نظم رقابه داخليه. هنتكلم في عجاله كده. تخيل حضرتك او حضرتك ينفع تركب تاكسي ما تعرفش التاكسي ده رايح فين؟ نو واي، ما اعتقدش، صح؟ يعني ولا هو عارف هو رايح فين ولا انت عارف انت رايح فين. ده لا يعقل، صح؟ طب تخيل سواق التاكسي ده هو عارف انت هو رايح فين، بس انت ما سالتوش اصلا هو رايح فين. برضه اللي احنا بنقوله ده لا يعقل، صح؟ اكشولي احنا بنعمل كده بصراحه شديده. بنعمل ايه بقى؟ قال لك اول حاجه في الاستراتيجي لازم يكون، في قصدي في الجي ار سي، لازم تكون عارف الاستراتيجيه. لازم تكون عارف، لو انت النهارده هنضرب مثل دايما في البيت وفي الشغل، لو انت في الشغل مش عارف الاستراتيجيه بتاعت الشركه فدي فيها مشكله. لو هو الشركه نفسها مش عارفه هي رايحه فين فدي مصيبه. فانا بقول لك نط من الايه، نط من الشركه، يعني اساس الريسك ونط من دلوقتي، لان هم اصلا مش عارفين هم رايحين فين. دي بدايه الموضوع اصلا يعني. طب الناحيه الثانيه، انت النهارده ماشي، ممكن يكون هو عارف هو رايح فين، بس انت عمرك ما سالت هو رايح فين. دي مشكله تانية. زي بالظبط وانت راكب في العربيه ما تعرفش هو رايح فين. فبالتالي ما تستناش اللي انت تكبر في الشركه دي، وممكن لما نشرح الموضوع ده بعد كده. ولكن بس الشاهد لازم نكون عارفين احنا رايحين فين. حياتنا الشخصيه بقى، ده لازم اللي احنا نكون عارفين احنا رايحين فين. انت رايح فين؟ انت عايز تكون ايه؟ رئيس قطاع؟ عايز تتجوز؟ عايز تتجوز، تمشي بيتك ازاي؟ تربي عيالك ازاي؟ اللايف ستايل انت عايز، المسار المادي والاجتماعي اللي انت عايز تعيش فيه هتبقى يعني شكله عامل ازاي؟ ده ايه؟ الاستراتيجي. لو انت ما فيش، انا مقضيها وخلاص وعايش وخلاص، دي مشكله كبيره جدا. طيب تخيل بقى الراجل ده النهارده انت عندك استراتيجي اللي انت عايز تروح الساحل الشمالي وليكن يعني في ساعه. فدي استراتيجيه، لازم تكون عارف انت عايز تروح فين. طيب في ساعه دي معنى كده ايه؟ اللي انت النهارده تاني كومبوننت ده بيقول لك اسمه بيزنس يونت او وحدات الاعمال. لو انا بتكلم في الشركه يبقى انت المفترض تجيب الادارات والاقسام والكاليبرز والموظفين اللي هم يقدروا يوصلوك لهذه الاستراتيجيه. طب لو انت في بيتك، انت دارس ايه ولا انت عارف ايه عشان تعرف توصل اللي انت نفسك فيه؟ انت عايز تفتح محل بقاله، في واحد تاني عايز يكون دايركتور في شركه، عايز يبقى مدير في شركه، وبس عمالين يبصوا حوالينا وعمرنا ما درسنا الناس دي وصلت ازاي. وما فيش حاجه بتوصل حظ، وهنتكلم في القصه دي برضو ايه قدام. اصل وسايط، اصل مش عارف ايه، هنتكلم فيها ان شاء الله. ولكن خلينا نقول ان انت لو انت لازم تكون عارف انت رايح فين عشان تعرف انت محتاج تدرس ايه، محتاج تعرف ايه. ففي واحد عايز يطلع دكتور، واحد عايز يطلع دايركتور، واحد عايز يطلع مش عارف يفتح محل بقاله، يفتح بيزنس. فانت لازم تحط هنا لو في الشركه وحدات اعمال وكاليبرز. لو انت في حياتك الشخصيه انت عرفت ايه، انت بتتعلم ايه، انت بتدرس شهادات ايه، ايه الخبرات اللي عندك. ما انا لما بجيب اتش ار يعني واحد دارس اتش ار، واحد دارس هندسه، واحد دارس دكتوره عشان يقدروا يساعدوني اوصل. انا بقى دارس ايه من اللي انا عايز اوصل له؟ لو انا مش محدده فدي مشكله كبيره جدا. باي ذا واي الكومبوننت اللي بعديه احنا قلنا الاستراتيجيه، لازم يكون عندك تعرف عايز عندك هدف في الحياه. والله مش تنميه بشريه وكده، ده لازم. ولا هتقعد على القهوه تلعب طاوله ما تعرفش ايه اللي بيحصل، الناس رايحه جايه وخلاص. تاني حاجه انت لازم تكون عارف هو انت الحاجه اللي انت عايز توصل لها دي. سرش بقى، بقابل شباب كتير كده مش عارف ادرس ايه، وحتى خريج تجاره مش عارف انا ادرس ايه. لازم تعرف، اسال بقى واعرف منه. طيب تالت حاجه لازم تحط، لو انت في شركه قال لك لازم يكون في سياسات واجراءات، ولازم يكون في مصفوط صلاحيات ومسؤوليات. ودي هنشرح فيها ليله كبيره سعادتك، لان ده جزء كبير جدا من مشاكلنا اللي موجوده في اي شركه. تاكد ان انت لو انت طالع من باب الشركه مش مبسوط، طالع من باب البيت مش مبسوط، طالع من باب البلد مش مبسوطه، في حاجات في اللي احنا بنقولها دي هتكون ناقصه، ويمكن هتبان بالتفصيل ان شاء الله بعد كده. ولكن خلينا نقول بس سياسات واجراءات. فلو مفيش سياسات واجراءات في الشركه، تاكد ان انت ممكن تصحى الصبح تلبس في اي حاجه.
ما هو مفيش سياسات واجراءات، مفيش مصفوف صلاحيات ومسؤوليات، فانت بالتالي ممكن اي حد يلبسها كاي شغل. لو انت في البيت انت مش حاطط رولز مع مراتك، مش قاعدين مع بعض كده ومتفقين مع بعض هو مين بيعمل ايه الساعه كام امتى، بمناسبه بقى ملزم وملزم، مفيش مشكله. يعني هي مش هتيجي بالمنظر القميء اللي كان بيتم يعني بيعه للناس يعني، ولكن خلينا نحط ما بيننا وبين بعض نتفق هنمشي الدنيا ازاي. طب لو هي بتتجوز، لو هي بتشتغل، فلازم نحط بيننا سياسات واجراءات فيما معناها مش هنكتب حاجه ونمضيها خالص، بس هنقعد مع بعض ونتفق هو انت ايه الضغط اللي عندك وايه الضغط اللي عندي، الاولاد، التمرين، اللي مش عارف ايه. طب ونحدد صلاحياتنا ومسؤولياتنا في كل حاجه. ده لما ما بيحصلش ايه اللي بيحصل؟ بنقعد نخبط في بعض، نفس اللي بيحصل في الشركه بالظبط. اكزاكتلي يعني ما فيش كلمه زياده ولا حرف زياده ولا حرف ناقص. لو احنا مش محددين في الشركه هتلاقي مديرك بيحط عليك، لو انت مش محدد هتلاقي مراتك بتحط عليك، وانت نفس القصه في الشغل، وانت نفس القصه في الايه، في البيت. فبالتالي لما نيجي نحدد صلاحياتنا ومسؤولياتنا وواجباتنا اللي هو في الشركه باسمه ايه، سياسات واجراءات ومصفوف صلاحيات ومسؤوليات، في البيت بنقعد مع بعض ونتفق نشرب 2 ليمون، نتغدى بره ونقعد على قهوه ونقعد نظبط القصه دي. نيجي بعد كده بقى لو انت مش عندك في حياتك هتتكعبل على مستوى حياتك العمليه بقى، ما انت برضو لو مش حاطط سيستم لحياتك. انا النهارده والله انا على المستوى الشخصي يعني ما عادش على القهوه لي 10 سنين مثلا ولا حاجه، الا يعني تفريح كده مع اصحابي، بس انا ماليش في قعده القهوه ليه، عايز حاجه معينه. فخلاص بقى بقى في سياسات واجراءات لحياتي مختلفه، حياتي مختلفه، اصحابي مختلفين، الكونكشنز بتاعتي مختلفه تماما. الديبنز انت عايز ايه برضو تاني، انت عايز ايه. فتبقى ليها تبقى عارف اللي انت باشا انا باجي خميس جمعه، باجي كل يوم بالليل بقعد خلاص. يبقى انت كده اتبسط بده. على فكره في واحد ما بيعملش كده، في واحد بيتفحت، في واحد بيذاكر، في واحد مش عارف ايه، مش هو احسن منك خالص والله، لا انت مبسوط كده خلاص، انت فاتبسط بده، وهو مبسوط بكده هيتبسط بده وهياخد الاوت كام بتاعه، وانت هتاخد الاوت كام بتاعك برضه، اللي انت اصحابك وشلتك وهتبقوا مبسوطين مع بعض، مفيش مشكله خالص. خلصنا سياساتنا واجراءاتنا، نقوم داخلين قال لك بقى حاجه اسمها بيرفورمانس مانجمنت او اداره مؤشرات الاداء. فلازم يكون في مؤشرات اداء. لو انت في الشركه مفيش اداره مؤشرات اداء فدي مشكله كبيره جدا، لان انت اخر السنه مفيش بيرفورمانس ابريزل يا معلم هيتعمل بشكل صحيح، فبالتالي اما هتترقى بدون وجه حق او مش هتترقى بدون وجه حق برضه. فلو انت الشركه اللي انت فيها برضه ما فيهاش الموضوع ده بشكل شفاف، ده اصلا بيتعمل ولا لا، وبيتعمل او ديزاين ده قصدي، يعني موجود اصلا في حاجه اسمها كده ولا لا، وبتتعمل صح ولا لا. لو ما بتتعملش يعني اي جيس برضه نط من الشركه وانت دور لك برضه على اوفر تاني وكده. طب لو انت في البيت لازم برضه كل فتره بصراحه لازم تقيم علاقتك بينك وبين مراتك، لازم تقيم علاقتك بينك وبين نفسك وبينك وبين عيالك. هم عيالك فين؟ انا في حد صديق كده يعني، وكان ايه زي حالاتي برضه بصراحه، ربنا يستر علينا، بنحاول نظبط يعني. هو الراجل مشغول ليل النهار في الشغل وبالليل في القهوه، والعيال كبرت وبعد كده عايزين يطلعوا الساحل مع بعض، بيقول وهو ابوهم جاي يقعد معاهم بقى، وهم العيال كبرت خلاص، فقالوا هو جاي ليه؟ هو عايز ايه؟ عايز ايه مننا؟ ايه ده؟ عارف اللي هو ايه؟ وما فيش علاقه بيننا وبين بعض اصلا، هو ابويا وكل حاجه انا عارف، البطاقه باين ان هو ابويا، بس انا ما اعرفوش. هو كي بي اي شوف بقى لمبه البنزين ولا لمبه الانجن هتنور ولا لا؟ هل هي منوره مع مراتك؟ هل هي منوره مع عيالك؟ هل هي منوره في حياتك الشخصيه؟ انت بقالك 3 4 سنين مفيش اي بروجرس في اي حاجه، 3 4 سنين، وده كتير جدا. 3 4 سنين مفيش مرتب بيزيد، 3 4 سنين ما حققتش اللي انت عايز تحققه، 3 4 سنين مفيش ترقيه بتيجي، 3 4 سنين ما بقت يعني هفق في وسط اصحابي، مفيش اي حاجه خالص، عيال سافرت وراحت وجات وانا مفيش خالص. لازم نكون واعي جدا لهذه المؤشرات، والواحد ماشي كده ليه؟ لان قد يكون الاستراتيجيه كانت غلط، ارجع بقى لورا، قد تكون الاستراتيجيه غلط او البيزنس يونت غلط او السياسات والاجراءات حياتي الشخصيه معموله بشكل غلط. فلازم تقيم الكلام ده بعد لما لمبه البنزين نورت، فدي مؤشر الاداء، فانت بتعمل بقى ريسك مانجمنت اللي احنا قلنا عليها. طبعا لازم نتكلم عليها بشكل مفصل شويه اكتر، اداره المخاطر، بحيث اللي احنا قلنا فيها جزء منها المره اللي فاتت، اللي احنا بنقيم العمله الكميه والكيفيه، انا صرفت كام وصرفت كام على الفاضي. في ناس كتير يقول لك يعني هعمل شيفت كارير. شيفت كارير ده عمل ايه؟ المفترض ان هو كان عنده استراتيجيه وقعد يدرس لها شويه حاجات وعمل سياسات واجراءات لحياته، فابتدى يشتغل عليها. بعدها بيومين 3 4 سنتين 3 4 ابتدى يطلع له مؤشر انا مش هنا، انا مش بتاع البتاعه دي اصلا، انا مش دي مش شغلتي. هو راح عامل ايه ساعتها؟ فريسك مانجمنت تقيم الموضوع، عمل شيفت كارير، راح في حته تانيه خالص، عمل خد قرار وراحوا متطلقين. مش هنختلف يعني، نبغض الحلال عند الله الطلاق، ولكن
قد يكون في بعض الحالات هو الصح، هنعمل ايه طيب؟ او لا والله لازم يصلح العلاقه، يرجع تاني يشوف سياساته واجراءاته، هي فيها مشكله وانا كنت بعملها ازاي وهي كانت بتعاملني ازاي، واحنا بنعمل العيال ازاي، كنا نربي العيال ازاي، كنا بنصرف ازاي، كنت انا برازل عليها ازاي، كانت هي بتغلس عليا ازاي. فبنرجع ايه نيفالويت. مش شرط اللي احنا نسيب بعض، لا، فممكن نعدل حاجه في الحاجات اللي فاتت دي هتظبط لنا الايه، هتظبط لنا. فلما يجي الريسك هنعرف بقى ايه الانهيرنت زي ما قلنا كده، خاطر المتاصل والمتبقي، بحيث ان احنا هنكمل في الجوازه دي ولا لا، هنكمل في الشغلانه دي ولا لا، هنكمل في قعده القهوه دي مع اصحابنا ولا لا. اخر كومبوننت قال لك الكنترول اكتيفيتي، الا وهو اتخاذ القرار. كنترول يعني قرار، كنترول يعني قرار. فتخيل بقى احنا في مصر، تخيل بقى احنا بقى في حياتنا الشخصيه والعمليه. احنا النهارده العربيه، احنا قلنا ايه، هضرب مثال تاني سريع يعني. استراتيجي، انا عايز اروح، انا كسواق سائق العربيه، انا عايز اروح فين؟ عايز تروح في كام؟ في ساعه. فانت لازم السبورت كار، فالسبورت كار ليها كومبوننتس مختلفه اصلا. وبعد لما عملت ده لازم اوصل الانجن بتانك البنزين، اوصلهم ازاي ببعض، اخلي الحاجات اللي جوه دي كل الشركه دي تكلم بعضها ازاي. سياسات واجراءات ومصفوف صلاحيات ومسؤوليات. وبعد كده تخيل انت رحت التوكيل زي ما كنت بقول لهم، قال لك العربيه زي الفل يا باشا، راكب عربيه مرسيدس، بص مفيش اي حاجه وجديده، بس مفيش تابلو. تخيل تركب العربيه، لا يعني ايه التابلو هنا؟ مفيش بيرفورمانس مانجمنت. تخيل انت راكب عربيه حياتك، العربيه دي من بره مكتوب عليها اسمك كده، بس انت ما عندكش تابلو في حياتك، انت ما بتقيسش اي حاجه خالص. بيرفورمانس مانجمنت، اداره مؤشرات الاداء. تخيل لمبه البنزين نورت وانت ما عندكش آلية تعرف تفكر فيها تقيم المخاطر، فبتقعد تقول والله بس انا عندي بنزينه مش عارف ايه اكس، والبنزين تعبانه هستنى اللي بعدها، بس انا ما فاضلش قد ايه، لا ده معايا مراتي وعيالي. انت بتعمل اسسمنت عشان تيجي في الاخر تاخد قرار. اللي احنا بنعمله في حياتنا الشخصيه والعمليه، يعني حتى في الشغل بناخد قرار بس من غير كل هذه المنظومه، من غير ما نكون عارفين احنا رايحين فين اصلا، من غير ما نكون عارفين هل احنا عندنا امكانيات وكوادر وعلم ونهى وتربيه لنينا ولنفسنا، وقرينا ازاي نربي العيال والتربيه الايجابيه والكلام الحلو ده. ما اعرفش ده من غير ما اتفق مع مراتي بقى. لما عرفنا العلم ما اتفقناش مع مراتي ومع نفسي انا هعمل ايه. فواحد صديق كده بيعمل دكتوراه، فقعد يرتب مع مراته، طب انا هبقى مضغوط في الشكل الوقت الفلاني، طب انت العيال، طب النادي هنعمل ايه. فحطينا سياسات وايه، سياسات واجراءات. وبعد كده طلعت لنا اللمبه اللي احنا بنقيسها كل شويه، بنقيمها، وبعد كده نعرف ناخد قرار صحيح. فوقتها هتبقى الحياه صامها وايه، منظمه. هذا وبالله التوفيق. شويه كده وان شاء الله ممكن ايه نتكلم في حته الريسك مانجمنت، لان في جوه بقى حاجات والله العظيم الموضوع يعني انا حبيته من واشتغلته طبعا، هي جت المهنه، بس لان هو فعلا بيلمس كل حاجه في حياتنا الشخصيه. فان شاء الله نكمل بقى في حته بقى الحوكمه المره اللي جايه. ان شاء الله الحوكمه هتتكلم في حاجات كتير، وهنتكلم برضو في حاجه ليها علاقه ب هو ليه في ناس يعني بتنجح وناس ما بتنجحش، هل هو الحظ، هل هو الواسطه، يعني هنتكلم في هذه القصه ان شاء الله.